نحن بصدد ندوة صحفية لتقديم الكاتب الجزائري أنور مالك لكتابه الجديد حول علاقات البوليساريو بإيران. هذا الكتاب القيم أعتقد أنه ثمرة من ثمرات سلسلة الندوات التي نظمها الحزب منذ يونيو 2021 في محور علاقات المغرب بجيرانه. والحزب بتنظيم لهذه الندوة التي سيقدم من خلالها الكاتب مضامين الكتاب الجديد، إنما يعبر بأن هذه الأنشطة التي لا توجه لا ضد شعب ولا ضد دين ولا ضد حساسية دينية، إنما الهدف منها هو تشجيع التحقيقات الصحفية وكذلك البحث الأكاديمي في موضوع ذو أهمية قصوى يرتبط باستقرار المنطقة، ويرتبط كذلك بأسباب التوتر التي تغذيها قوى إقليمية من أجل كبح جهود المغرب من أجل التسوية النهائية والسلمية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لذلك فهذه الندوة وهي تندرج في هذا الزمن بالضبط، حيث يعرف الملف مستجدات كبيرة يرتبط بما يروج من تقارير إعلامية حول امتناع النظام السوري الجديد بتسليم 500 عنصر مقاتل من البوليساريو التي ضبطت وهي تقاتل ضد الشعب السوري الأعزل. هذا مستجد مهم جدا، وكذلك هناك مستجد آخر له علاقة وطيدة بهذا الموضوع يرتبط بالوفد المغربي التقني الذي عاين الإغلاق النهائي لمكاتب البوليساريو في المنطقة. لذلك فهذه الانهيار المتواتر والمتسارع لتأثيرات إيران ونزوعها إلى استعمال تأثيراتها ضد الوحدة الوطنية لما انتقلت من التشجيع السلمي للبوليساريو إلى الدعم العلني الذي يهدد المنطقة. هذا الدعم يتمثل في الدعم اللوجستي والتدريبات وكذلك التزويد بالسلاح، وهذا أمر علني. أعتقد بأن الكتاب بما يتضمنه من وثائق وتحقيقات صحفية محترفة وبحث علمي أكاديمي أنه يكشف الغطاء حول هذه المقتضيات. منذ مدة وأنا أصلا متخصص في متابعة المنظمات الإيرانية وشبكات إيران من زمان، وعندي صدر عندي من قبل كتاب أصلا تتبعت مخالب الإرهاب الإيراني في الجزائر وكيف تم تجنيد والدخول واختراق جماعات إرهابية في الجزائر وكيف تم التنسيق مع الحرس الثوري، وأصدرت من قبل كتاب حول أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر. ثم تتبعت هذا الملف، وليست فقط أنها ميليشيا مسلحة لديها علاقات مع أطراف مختلفة، لا، تحولت إلى ميليشيا بمعنى الكلمة. فهناك زيارات لقيادات في الفيلق القدس والحرس الثوري إلى تندوف، وأيضا قيادات من حزب الله نزلوا، وهناك تنسيق، وقيادات من البوليساريو زاروا الضاحية الجنوبية، ومقاتلين من البوليساريو تدربوا أيضا في معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية، وأشياء كثيرة كشفتها. إذ جانب وثائق مسربة من المخابرات السورية تم الحصول عليها تتحدث على كثير من الأمور وتكشف كثير من الأسرار حول علاقة البوليساريو مع شبكات إيرانية داخل سوريا، وهذه لم تنشر من قبل، ستكون أول مرة تنشر في هذا الكتاب الذي يكشف كثير من التفاصيل حول هذه العلاقة وحول حتى ظاهرة التشيع للولي الفقيه التي انتشرت في مخيمات تندوف، وصاروا هناك شيعة أصلا داخل المخيمات ويقومون بعاشوراء وتلك الطقوس المعروفة داخل هذا المذهب. هذا الذي كشفته في هذا. البوليساريو انتهت، وأنا من قبل أعددت شريط وثائقي على نهاية البوليساريو في الداخل المغربي منتهية. في الجزائر أصبحت الآن مشكلة أمنية للجزائر
والمعلومات أيضا التي تحدثت عنها في الكتاب أن هناك أصلا داخل الجيش الجزائري من ينتظر فرصة فقط تصنيفها كمنظمة إرهابية ليتم التخلص منها، لأنها أصبحت عبء دولي على بعض الأطراف داخل الجيش نفسه. إذن أنا في تقديري أنه نهايتها كمنظمة إرهابية، وأي طرف وأي ميليشيا ترتمي في أحضان إيران نهايتها خارج التاريخ ومزابل التاريخ بلا أدنى شك. هذا مهم، هذا تطور مهم. أنا حقيقة أنا عندي تواصل في سوريا وعلى مستويات عليا. سوريا خلاص انتهى عهد الاعتراف بجمهورية تندوف، واعتراف بالبوليزاريو قد انتهى وتولى، وسوريا ستعترف بمغربية الصحراء وتدعم الحكم الذاتي وتضع يدها في يد كل من يحافظ على وحدة التراب تاع بلده سواء كانت المغرب أو سوريا. كثير نظرية المؤامرة، لكن المؤامرة موجودة، من ينكرها فهو غبي، ومن يبالغ فيها ويجعلها مطلقة.